أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وأخبار حصرية. معكم عماد العطار. النهارده إن شاء الله هيكون معانا أول خبر: زعيم أرض الصومال. الاتفاق مع أثيوبيا سيسمح ببناء قاعدة بحرية. الشرق الأوسط: لا تطور وشيك بشأن الأسرى، واجتماع قريب بباريس بمشاركة CIA. روسيا وأوكرانيا: بوتين يتهم كييف كانت تعلم بوجود أسرى أوكرانيين على الطائرات المحطمة. الشرق الأوسط: اتصال بين السيسي وبايدن وإعادة تأكيد على حل الدولتين. إليكم التفاصيل. زعيم أرض الصومال: الاتفاق مع أثيوبيا سيسمح ببناء قاعدة بحرية. موسى بيه أكد أن حكومته ستمضي قدما في الاتفاق مع أثيوبيا رغم الاعتراضات الدولية. قال رئيس إقليم أرض السودان الانفصالي في الصومال أن حكومته ستمضي قدما في اتفاق تم توقيعه في وقت سابق من هذا الشهر مع أثيوبيا الحبيسة غير الساحلية لمنحها إمكانية الوصول إلى البحر عن طريق ساحل الإقليم. وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق. قالت إيه؟ إنه بيتعارض مع وحدة أراضي الصومال وبيتسبب في توترات يمكن إنها تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. كما اعترض الصوماليين، اعترضوا على إيه؟ على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادة الدولة من جانب أرض الصومال، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن. انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب ولم يتم الاعتراف بأرض الصومال دوليا. هنا بقى وقدم رئيس أرض الصومال موسى بيه عبدي مزيدا من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون سوماليند الوطني يوم الأربعاء. قال إيه؟ قال عبدي إن أثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لأرض الصومال لإقامة قاعدة بحرية وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد إيه في السابق. وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلو متر من ساحل أرض الصومال ستعترف ساعتها أثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة، وسيكون بمقدور اثيوبيا اجراء انشطه الاستيراد والتصدير عبر ميناء ايه؟ ميناء بربره، وهو الميناء الاكبر في ارض الصومال. وبربره ليست جزء من الشريط الساحلي المخطط للايجار. وتعد اثيوبيا التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمه الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها في عام 1993. ومنذ ذلك الحين بتستخدم أثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم واردها وصادراتها. هنا واحتجت الصومال بشدة على الاتفاق الذي من شأنه أن يمنح أثيوبيا إمكانية الوصول إلى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية وما بعد إلى البحر إلى البحر الأحمر. والمواطنون هنا في الصومال بتنقسم، وينقسم مواطنو أرض الصومال بشأن الاتفاق، ناس موافقة وناس هنا مش موافقة، حيث يرى البعض إن في فوائد اقتصادية محتملة، بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم. واستقال وزير دفاع الإقليم الانفصالي عبد القاني محمود عطية بسبب معارضته للاتفاق. الأيام الأولى من الشهر
أكد اجتماع لمسؤولي في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك إقليم أرض الصومال الانفصالي. وقال مايكل هامر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي خلال الاجتماع، قال إيه؟ إن الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص من أن التوترات بشأن الاتفاق يمكن أن تقود الجهود المدعومة دوليا لمحاربة مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة فين؟ في الصومال. وقال مات برايدن المستشار في مركز ساهان للأبحاث ومقره كينيا، قال إيه؟ قال إن العديد من الجهات الفاعلة المختلفة في المنطقة يمكن أن تتحد ضد الاتفاق، ومنها مصر وإريتريا وحتى مقاتلة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة للوقوف ضد دور أقوى لأثيوبيا. وأضاف قال إيه تاني؟ قال من المرجح أن تشعر إريتريا بقلق عميق بالنظر إلى تدهور علاقتها مع أثيوبيا وإلى ساحلها الطويل على البحر الأحمر. كما ذكر أن مصر التي تخوض نزاعا مع أثيوبيا حول بناء أديس أبابا لسد النهضة الذي تقول القاهرة إنه قد يخفض حصتها من مياه نهر النيل، قد تعارض الاتفاق أيضا.